طب الرب أول ما مات على الصليب جسده اتشال واتحط في القبر اللي كان قبر جديد في البستان. إذا هل القبر ده هو الفردوس؟ طبعا لا. ليه لا؟ لأن اللص نفسه ما اتدفنش مع الرب في البستان. ده اللص أكيد اتدفن في مقابر أخوة الرب الفقراء. طيب نفس الرب راحت فين؟ راحت إلى الجحيم اللي انتوا بتسموه الجحيم، إلى الهاوية، إلى الهادس. ثواني، هل في شك في كده؟ يعني الرب لما مات على الصليب جسده راح القبر، ونفسه أو روحه البشرية التي لم تنفصل عن لاهوته راحت فين؟ البابا أثناسيوس الرسولي اللاهوتي العظيم جدا بيقول، وده الكتاب أنا تعمدت في أقوال الآباء بقدر الإمكان أجيب حاجات منشورة بالعربي في كتاب اعترافات الآباء طبع الدير المحرق اللي عمله قدس أبونا مينا المحرقي ربنا يديله الصحة، أبويا وأستاذي يعني. عامل كتاب اسمه اعترافات الآباء في أقوال آباء، من ضمنها قول القديس أثناسيوس الرسولي صفحة 54. يقول إيه؟ الرب مات على الصليب وترك جسده معلقا على الصليب في الهواء. ساب الجسد معلق لغاية ما ينزلوه بعد شوية ويدفنوه. هو نفسه بقى في لحظة تسليم الروح بروحه نزل إلى الجحيم. مكتوب كده في الكتاب، الجحيم هي الهاوية، هي الهادس. وسبى من هناك المسبيين في الجحيم، واحنا شرحنا الكلام ده الحلقة اللي فاتت.